انا حسيت انه في حاجات متحوشاني لبعدين، الشهره، النجاح، الفلوس، الزوجه صالحه، كل ده جالي في الوقت المناسب. خالد الصاوي عاشق لمراته، محامي وموظف حكومة وممثل مجنون ومغرم بالسينما. عاش مغرم بالسينما وكان بينط من على بوابات السينما عشان يتفرج على أفلام للكبار فقط. مشهور بعشقه للكلاب وبيته فيه أكتر من 5 كلاب عايشين معاه. كان رافض فكرة الجواز من بابها، وبعد 3 مرات خطوبة جات له اللي تخليه يشوفها أهم حاجة في حياته وأكبر نعمة ربنا رزقه بيها. ومن كتر حبه ليها كتب فيها قصايد، وبالرغم من فرق السن الكبير اللي بينهم إلا إنهم فولة واتقسمت نصين، وصفاتهم قريبة جدا من بعض، ومن محامي لمخرج لمؤلف لممثل وسياسي مناضل. خالد الصاوي ومي كريم بدأ حياته محامي، ووظيفته الحكومية الأساسية مخرج في التلفزيون المصري، وخد أجازة منها بدون مرتب وبيجددها كل سنة عشان التمثيل. اتجوز كبير في السن بعد ما فشل في 3 خطوبات، وفي نهاية الأربعينات من عمره اتجوز حب عمره مي كريم، واللي أصغر منه بأكتر من 20 سنة. مي كريم تبقى حفيدة الزعيم محمد كريم، قائد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي. كان مغرم بالسينما من طفولته، وكان بينط من على بوابة السينما عشان يشوف أفلام للكبار فقط. شايف إن الشهرة اتأخرت عليه، وإنه كان بيمثل من وهو عنده 20 سنة، لكن ما اتشهرش غير لما عدى 40 سنة. اشتغل شغلانات كتير، بدأها بمحامي بعد ما اتخرج من حقوق القاهرة، ومنها لمساعد مخرج في التلفزيون المصري، وبعدها مؤلف ومخرج مسلسلات في التلفزيون، لحد ما قرر يجري ورا شغفه وبدأ حياته الفنية لما كان عمره 26 سنة. اشتغل مع الفنانة نبيلة عبيد في فيلم ضرب الرهبة، وكان عامل دور وكيل نيابة، ومن بعدها بدأ يتنقل في الأدوار الثانوية لأدوار البطولة. خالد الصاوي حياته الاجتماعية مختلفة، بدأها متأخر لكن بدأها مثالية. طول عمره كان رافض فكرة الجواز، بس بمجرد ما قابل حب عمره مي كريم شال الفكرة دي من دماغه. وأول مرة قابلها كان في مسرح الهناجر سنة 2004، لما كانت مي جاية عشان تعمل لقاء صحفي معاه، رغم إنها في الوقت ده كانت لسه طالبة في كلية الإعلام. لكن المسرحية اللي كان بيقدمها في الوقت ده واللي من تأليفه وإخراجه اتشهرت، والناس كلها كانت بتتكلم عنها. ولما قابلها عجبه إصرارها على إنها تعمل معاه اللقاء، وعجبه لباقتها وقدرتها على إدارة الحوار بينهم. ورغم فرق السن الكبير بينهم إلا إنه كان شايف إن بينهم انجذاب كبير، وكان بيقول أنا عمري ما شفت نفسي عريس لقطة بالنسبة لها، بس كان في ما بيننا توافق كبير جدا، وده اللي ساعدنا في حياتنا بعد كده. وبعد المقابلة اللي اتقابلوها في مسرح الهناجر ب5 سنين، ودي نفس الفترة اللي تألق فيها الفنان خالد الصاوي في السينما المصرية وعمل فيها أعمال كبيرة زي فيلم الفرح وفيلم كباريه. اتقابلوا مرة تانية لما حبت تعمل معاه حوار صحفي تاني، وتواصلت معاه، واتفاجئت لما سألته هو فاكرها ولا لا، وقال لها انه مش بس فاكرها، لا ده فاكر لبسها وشكلها وقصة شعرها. ومن هنا قرروا انهم يحددوا ميعاد يتقابلوا مرة تانية عشان تتخلق بينهم قصة حب انتهت بجوازهم بعد ثورة 25 يناير. خالد الصاوي دايما بيشوف في مي الزوجة الصالحة، وكان اكبر دليل على حبه ليها انه صرح وقال انه ندمان جدا انه ما اتجوزت من بدري في حياته، وانه ما خلفش اولاد، وده لانه اتجوزها في اول الخمسينات من عمره. ولما اتسأل انت ندمان عشان ما خلفتش اولاد يكونوا سند ليه، كان رده ان الخلفة بالنسبة له ملهاش علاقة بالسند والظهر، على قد ما هو ندمان بتأخره في الحب والجواز عموما. حتى لما فكر انه يتبنى طفل صغير يعتبره ابنه خاف من الفكرة جدا، وقال انا مش عارف هي فكرة صح ولا لا، وانه دايما بيسافر وبيقعد لوحده وشكل حياته مش مستقر، وخايف يظلم الطفل ده لو اتبناه. مي كريم بتحب خالد زي ما بيحبها بالظبط، وشايفة انه فنانها المفضل واكتر حد بتحب تتفرج عليه في السينما، وبتقول هو في نظري احلى من العالمي جورج كلوني، وشاعر كبير من الدرجة الاولى، ودايما مي بتحفظ اشعاره، ودي من اكتر الحاجات اللي كانت بتقوي علاقتهم ببعض. ده غير انها شايفة ان دمه خفيف جدا وبيهون عليها مصاعب الحياة، ورومانسي جدا معاها، وبيساعدها دايما في شغل البيت وبيحضر لنفسه الاكل، ووقف جنبها في شغلها لحد ما قدرت انها تقف على رجليها فيه وتكبر لحد ما بقت مديرة علاقات عامة وكمان منتجة. وخالد الصاوي بيعتبرها مستشارته ومديرة اعماله، وبيعتمد عليها في ادارة حاجات كتير جدا في شغله. في النهاية مستنيين مشاركتكم وآرائكم في التعليقات عن قصة حب خالد الصاوي ومي كريم.